أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، ومن ساحة القرآن الكريم إلى ساحة العلم والعلماء، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هيا بنا لنذهب إلى بستان النبي ولنقطف منه زهرة مع فضيلة الشيخ خالد محمود، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، وأجرى بقدرته الرياح بشرا بين يدي رحمته. الحي الذي لا يموت، رافع السماء باسط الأرض. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا خير من مشت على الأرض قدماه. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا خير من تلا كتاب الله عز وجل. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا خير من ووري في التراب جسده. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا خير من تلفظ لسانه بلا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عليها نحيا، ولا إله إلا الله ندعو الله أن نموت عليها، ولا إله إلا الله ندعو الله أن نبعث ونحشر عليها. وحد الله وقل لا إله إلا الله عشان نطلع الصدى اللي على قلوبنا. أيوة قلوبنا مصدية، ودي مش كلام، دي كلام النبي. عندما لا يقشعر البدن من خشية الله ولا يرتجف الجلد من معصية الله، فهذا القلب وهذا الجسد صاحبه قلبه قاسي، قلبه مصدي. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا يا اخواننا عايزين نسمع القرآن، وانا بحب دايما اتكلم عن القرآن. وسيدنا الشيخ علي كان بيتكلم على سورة يوسف، وهي من احسن القصص. وعندما انتهى القارئ الشيخ جزاه الله خيرا: إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. عندما قالها يوسف لامرأة العزيز حتى لا يتجرأ على معصية الله، فأين نحن من الله؟ هذه المرأة صاحبة الجمال، هذه المرأة صاحبة الملك، هذه المرأة التي هي سيدته في هذا البيت. شوفوا التربية السليمة والنطفة السليمة والعلقة السليمة عندما تربى، حتى ولو كان مع امرأة
المرأة لكن يقول حسبي الله. تتجرأ عليه المرأة ويقول وكيلي الله إنه ربي. ورب هنا معناها إيه؟ مش الإله، ما توحد الله. قال إنه ربي أحسن مثواي. يا عزيز مصر مش ربنا، إنه ربي مش معناها ربنا، امال معناها إيه؟ هو الذي رباني. فكلمة رب هنا يعني هو أبي أو الرجل الذي رباني، فهو في مقام أبي. ما توحد الله وتصلي على رسول الله، عشان القرآن مش بيتخذ بالظاهر. فسيدنا يوسف يقول إنه ربي، اللي هو مين؟ عزيز مصر. ربي يعني ايه؟ مش الاله، مش الله، امال هو مين؟ هو الذي رباني في هذا البيت. انه ربي احسن مثواي. بيشكر النعمة يوسف لهذا الرجل ويقول اول حاجة قال له انه ربي، دي رباني كويس واطعمني كويس، مش ممكن اعض الايد اللي اتمدت لي. وختم الآية بقوله إنه لا يفلح الظالمون. وأشد الظلم يا أحباب رسول الله إن الإنسان يظلم نفسه، كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الآية اللي قبلها جاء فيها 2 تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 1 ولتنظر نفس ما قدمت لغد 2 واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فكان الجزاء من جنس العمل. انت جيت تقوم بواجب العزاء، اسمع القرآن، ده انت ربنا اللي بيتكلم، مش تهزر مع ده وتتكلم مع ده. يعني حتى الموت اصبحت القلوب يعني قاسية درجة شديدة جدا. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما توحد الله، من لم يكفه الموت واعظا فلا واعظ له. والله لو مثل شيخ ايج او دكتور ايج او خلاص القلب مصد وقفل. إنه لا يفلح الظالمون. وأشد الظلم ولا تكونوا كالذين نسوا الله، إن أنت تنسى نفسك، إن أنت تبعد عن كتاب الله، إن أنت تسمع كلام الله من هذه الأذن ويخرج من الأخرى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. القلب بيصد زي ما قلت في الأول. ودي كلام الحبيب، ما تصلي عليه، ما تصلي على رسول الله. مش عارفين صعد من صوتنا بقى ليه؟ صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. النص كيلو القلب ده اهو بيصد زي الحديد. ازاي يا رسول الله؟ ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد. والله وصدى القلب اشد من صدى الحديد. هتجيب الحديد وتنضفه وينضف معاك، بصنفرة هتوديه الواحد يغسله مية نار، اي حاجة هينضف معاك. لكن حتى واحد كده قلبه قاسي وتجرأ على حدود الله وانتهك اعراض الله وتكبر على خلق الله، وقول له يا عم اتق الله، يقول لك يا عم انت عامل فيها ابو العريف، ما توحد الله. ليه؟ قلبه اشد قسوة من الحديد. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وإن الكلام نازل على الخصوص لبني إسرائيل، لكن الكلام على العموم للمسلمين. تخيل إن قلبك ده أشد من الحجارة وأقسى من الحديد. إزاي؟ ما القرآن احنا بنسمعه وبنعديه من الناحية الثانية. يا اخوانا القرآن بيخش من اليمين لابد ينزل في القلب. القلب دي بفلتر الدم وبفلتر القرآن عشان ننفذه.
ونعمل بالقرآن. زي ما العربية لها فلتر جاز وبينظف عشان ما تكتمش منك، انت ما تكتمش قلبك. لما تسمع القرآن اخشع لله، لما تسمع القرآن اخضع لله، لما تسمع القرآن شوف ربنا بيقول لك ايه. ما هو القرآن يا اما بيوضح لنا امور، يا اما بيأمرنا باشياء، يا اما بينهانا عن اشياء، واما بيسألنا عن اشياء، واما بيجاوب لنا على اشياء. ما توحد الله. دي القرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم. من جعله خلفه، لو حطيت القرآن خلفه كده وما عملش بيه هيسوقك الى النار، ومن جعله امامه قد بإيدك الى الجنة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ربنا ما قالش كالحجارة بس عشان احنا نسمع القرآن ونتعلم من القرآن. طب احنا فهمنا ايه من قصة يوسف؟ وانا هرجع لك للحوار ده. كل اللي فهمناه ان امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه. لا مش بس وكده، يحصل غصب مش عشان كده. تخيل ان اخوة يوسف ارادوا قتله فأنجاه الله من الموت وألقوه في البئر فأخذه عزيز مصر بعد أن كان عبدا فأصبح سيدا، فجاءه إخوته يبيعون ويشترون منه فأصبح سيدا عليهم. بقدرة من؟ بقدرة الله. ما توحد الله. مش هي اللي احنا بس يعني ايه حكاية المرأة واليوسف والموضوع ده، الآيتين دول بس اللي احنا بندور عليهم. ما النفس البشرية مكونة من كده، من روح يدور على المعاني، ومن مادة تدور على الشهوة. القرآن معاني جميلة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد من الحجارة. ربنا يبين الحجارة ان هي بتلين عن قلب ابن آدم. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اسمع: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ما توحد الله. دي أنواع الحجارة في القرآن. إن الحجارة بتتكسر يمشي منها النهر، الحجارة بتتفجر يطلع منه الماء اللي بنشربه. وأعلى هذه الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله. وكأن الحجارة تسجد لله وتخضع لله. أما يجوز لنا أو يحق لنا أن نكون نحن الخاضعين لله؟ اسمع إلى القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على إيه؟ على جبل. يا أخي الجبل ده حجارة وصخور يلين لله ولا يلين القلب القاسي أبدا. شوف القرآن لو نزل على جبل، الجبل دايما اقولها، الجبل ربنا حطه وطد في الارض. زي ما انت عندك دبة وحطيتها عايز تربطها، بتجيب حتة عصاية لو هي 60 سم بتحط 40 في الارض و20 فوق عشان الدبة ما تقلعهاش. الجبل كده برضه لو فوق الارض 1000 متر يبقى تحت الارض قد ايه؟ 2000 متر عشان يثبت. والجبال اوتادا وألقى في الأرض رواسي. الأرض دي كوكب معلق في السماء زي القمر وزي غيره. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. ومع ذلك هذا الجبل وهذه الحجارة خاشعة خاضعة لله أكثر مني ومن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يا أخي انت اقوى ولا الجبل؟ الجبل. طب انت ربنا كرمك على الجبل ولا ربنا كرم الجبل عليك؟ لا، ربنا كرمك على الجبل. وانت اولى بالقرآن من الجبل، وانت اولى بالقرآن من الجن، وانت اولى بالقرآن من الطير، وانت اولى بالقرآن من اي شيء خلقه الله. لأن الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومع ذلك القلب القاسي لا يتحمل القرآن. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما تصلي عليه، إن القلوب لتصدع كما يصدع الحديد. الصحابة مش قاعدين هيقضوا 5 دقايق ويمشي، ولا الشيخ هيخلص ويروح ومش عارف ايه، لا، ده قاعدين عايزين يشوفوا العلاج. عايز ياخد العلاج كده يقعد مع نفسه في البيت يشوف هو عمل ايه. ده الصحابة والتابعين يا احبابنا، احد التابعين بعد صحابة رسول الله كان يفحر له قبرا في بيته وينزل فيه ويقول رب ارجعون، كما يتذكر الانسان بعد موته، فيقول لنفسه ها يا نفس قد عدت فارجعي واعملي صالحا يغفر لك به. تخيل ان التابعين، واحد تابعي يفحر لنفسه قبر ويحط نفسه فيه. شوف بقى الدنيا اشترى الاخرة. فان القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد. فالصحابة قاعدين قالوا ايه؟ وما جلاؤها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله وتلاوة القرآن. حبيبي يا رسول الله، شوف القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يتلو قول الله عز وجل ويتكلم عن النار فيقول وقودها الناس والحجارة. احنا بنسمع على طول عم الشيخ يقول لك اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يقوم يقول لك الله يا عم الشيخ تاني. مش فاهم والله، ما هو فاهم. ده انت تقول اعوذ بالله منها واجرني منها يا رب العالمين. لما يقول لك اصحاب النار هم فيها تقول له تاني يا عم الشيخ، انت تهرب. لكن لما يقول لك اصحاب الجنة قول له تاني. ما احنا مش عايزين نفهم القرآن، نفهم القرآن. آية عذاب النبي كان يستعيذ منها، آية جنة يدعو الله أن يكون معه. فالصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن النار فقال وقودها الناس والحجارة، فهتف أحد الناس الجالسين إليه بالبكاء. وفي رواية تانية شاب صغير كان قاعد معه أغمى عليه. يا نهار أبيض، تخيل لما واحد بيقول النار وقودها الناس والحجارة، يقوم أحد الصحابة يبكي والتاني يغمى عليه وإحنا قاعدين شغالين ولا في دماغنا. تهتز السماء لبكاء هذا الرجل فينزل جبريل عليه السلام على قلب رسول الله يا محمد من الذي بكى بين يديك؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم هو رجل حبشي، ده رجل اسود، ما هوش عربي لا غني ولا بتعمل كلام ده، لان التقوى هي اللي بتحسب الموازين. التقوى عماد الدين، الايمان عماد الدين. قال يا محمد، جبريل بيقول للحبيب يا محمد اللي بكى من خشية الله واللي خاف من عذاب الله فإن الله عز وجل يقول، ما توحد الله، وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة. تستجيب السماوات لبكاء هذا الرجل. ينزل جبريل على قلب رسول الله، من اللي بكى ده يا محمد؟ رجل أسود أو حبشي. ربنا استجاب له، فإن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي. يا سلام، يعني امبارح اتكلمت عن الدمعة اللي بتنزل وكانت رأس الذبابة جدها. لا تبكي عين عبد في الدنيا بشرط لو قد رأس الذبابة. في الحديث امبارح اخرجوا من النار كل عين بكت او نزل منها مثل
بشرط من خشية الله. يمكن الواحد منا يعمل ذنب يجي مع نفسه كده في ساعة ليلية أو ساعة بينه وبين الله عز وجل ما فيهاش أي حاجة، يقول يا رب اغفر لي، ادنها من علنه في الصحيفة بتاعته هي اللي تغفر له يوم القيامة. ولذلك يقول العلماء ايه؟ يوم القيامة دي في مفاجآت كتير. تلاقي واحد انت فاكره من اهل النار تلاقيه داخل الجنة زي الصاروخ، وواحد من اهل الجنة داخل النار زي الصاروخ. وصدق الله وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. الرواية الثانية للحديث عشان ننهي بيها، الرجل الشاب او الولد الشاب اللي بكى من خشية الله لما سمع كلام النبي عن النار اغمى عليه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة فوضعها على قلبه. ما تصلي عليه. لقيت القلب شغال لسه والحياة فيه، ففوجوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل يا فتى لا اله الا الله. اول كلمة قالها الفتى دي بعد ما فاق ايه؟ لا اله الا الله. قالها الفتى فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الصحابة مش نايمين، الصحابة مش نايمين لسه. قالوا يا رسول الله له من بيننا، يعني انت بتبشره بالجنة بس من بيننا، ولا كل واحد سمع كلام الله واقشعر بدنه من خشية الله وخاف محارم الله وأدى حدود الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا، له من بيننا أم للناس عامة يا رسول الله؟ قال ألم تقرأوا قول الله عز وجل؟ الجنة لمين؟ قال الحبيب ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. كل واحد يخاف مقام الله ووعيد الله ويعلم أنه سوف يقف بين يدي الله إن شاء الله ينجى يوم القيامة من سوء العذاب ومن سوء الحساب. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقد قاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجاوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير إلى دار عدن تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن هو الله يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك يا رب العالمين واجعله في ميزان حسنات الفقيدة الأم الطيبة الراحلة يا رب العالمين. اللهم أبدلها أهلا خيرا من أهلها ودارا خيرا من دارها وولدا خيرا من ولدها. اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها. اللهم تجاوز عن سيئاتها في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم إن كانت محسنة فزد لها في إحسانها وإن كانت غير ذلك فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين. اللهم ثبتها على الجواب، اللهم ثبتها على الجواب، اللهم ثبتها على الجواب يا رب العالمين. اللهم افتح لها أبواب الجنان يا رب العالمين وأغلق في وجهها أبواب النيران يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها واغفر لنا ولها ولجميع المسلمين. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها لنا ولها ولجميع المسلمين. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها واغفر لنا ولها ولجميع المسلمين. وأقدم خالص عزائي إلى أهل الفقيدة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.